بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. احنا بقى ايه، هيهل علينا العيد ان شاء الله، وعلينا وعليكم بخير. اخر سحور في رمضان بقى ان شاء الله كده. حلو قوي، هيختم جميل قوي. بدل الفول بقى جبنا كده ايه البيض الموجود عندك، 3 بيضات، 4 5 زي ما يكون. جبت معلقة سمنة او زيت في الطاسة على النار، وبعد ما ربيت البيض وحطيت فيه معلقه فلفل اسمر صغيره كده وحطيته، بعد ما ربيته كده على في الطاسه كده يعمل قرص. بعد ما اعمل قرص بالطريقه الجميله دي، ممكن اقلبه وممكن ما اقلبوش، بس انا قلبته. بعد ما اقلبه هحط عليه بقى ايه، شرايح طماطم. هقلبه كده بالشكل ده كده، الشكل الجميل ده، المنظر الجميل ده الفلفل الاسمر اهو. يبقى حلو قوي قوي القرص البيض بالخضار ده جميل قوي. ممكن ينفع غدا، ممكن في عشاء فطار. حطيت بقى طماطمتين كده، عملتهم شرايح كده وحطيتهم، وفلفل اخضر او يعني كان موجود عندي فلفل احمر حطيته، حلو قوي اهو. شرايح كان فلفل صغنون كده حلو، بيبقى مسكر اوي الفلفل الاحمر ده اهو، الصغير او الكبير. فلفل عادي بس ايه، بس احمر يعني. كده بالظبط كده بالطريقه دي اهو. حطيت بس رشه كزبره خضراء او شبت يعني، تدي ريحه حلوه كده اهو. هنسيبه بس ايه يعني يدبل شويه شويه صغيره. ودي بقى جبنه، لا هي موتزاريلا ولا هي رومي، دي الجبنه القصايص اللي انا كنت عاملاها معاكم. مبشرها بالمبشره، وبتسيح وبتبقى حلوه قوي، او بديل للجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي والحاجات اللي زي دي. عندك جبنه موتزاريلا حطي، رومي حطي، بشرها وحطي كده بالطريقه الجميله دي اهو. شوفي بقى احلى مطه من الجبنه دي بقى اهو، جميله قوي. يعني انا عاوزه اقسم القرص البيض عشان اوريهولك، بس ايه مش عارفه عشان طبعا حلو قوي السحور الجميل ده اهو. نختم بيه رمضان ان شاء الله وعليكم بخير. فضيه بقى في الطبق كده اهو. وسحور جميل وحلو قوي، وتغيير عن الفول اللي من اول شهر بقالنا 30 يوم بناكل فول. ده بقى حلو اهو، مغذي جدا، وتنفع بقى غير رمضان بقى فطار وعشاء ان شاء الله، وسندوتشات كل حاجه. جبنه بس بوريكم الجبنه القصايص اللي انا بشرتها بالمبشره، واتعاملت معاها اكنها جبنه موتزاريلا جميله جدا، وبتتعمل في اي مخبوزات او اي معجنات. حلوه قوي، حلوه قوي السحور ده هوت، او الفطار او العشاء ان شاء الله اهو. حلوه قوي الجبنه دي. كمان صنف سحور برضه هو برضه اخر برضه اهو. جبت البتنجان كده، في بتنجان صغير اسمر كده بيتباع في السوق برضه، بيبقى حلو قوي وزي الزبده. عفوا. والبتنجان الابيض ده هو، بس هو يعني كبير شويه، ما لقيتش اللي هو، بس حلو قوي. جبت بقى الهرسة الشطه اللي احنا طبعا ايه، انا ما رضيتش اسلقه في، يعني قلت تغيير، ما كمرته في الزيت، ما رضيتش اسلقه في الميه. جبته بس ايه وهو طري كده، تنغزيه بنغزه بس كده بالسكينه عشان ما يفرقعش وانت بتحطيه في الزيت. متنسيش الخطوه دي. جبت بقى هرسة الشطه اللي احنا عاملينها طبعا، اللي هي شطه وليمون وكمون وتوم وخل. تضربها في الكبه وتبقى موجوده عندك على طول. ده اخر بقى عندي الاخر ان شاء الله. بعد ما كمرته في الزيت كده تحميره كده حلوه كده بالطريقه دي. والفلفل الاحمر ده بيبقى مسكر قوي في الاكل قوي. ده بالتنجان بقى الاسمر اللي هو ايه صغنن كده مكبب الصغير ده، حلو قوي راخر. شوف قلبه ابيض ازاي وحلو، طعم قوي في الاكل وجميل برضه فطار او عشاء. عملناه برضه صنفين سحور جمال نختم بيهم رمضان ان شاء الله اهو. شايفين البتنجان شكلها ايه، حلو. اول ما تلاقيه في السوق هاتيه واعمليه بنفس الطريقه، حلو وجميل. وده حطيته يعني كده زي ما هو كده اهو، لان هو اصلا بيبقى مسكر في الاكل وبيبقى حلو، مش محتاج ان انا افتح. انا قليته في الزيت زي ما هو كده. وفي منه بيبقى كبير برضه، بيبقى حلو ومسكر برضه. كده بقى رصيناهم في العلبة الجميلة دي، ونجر منهم نسحب منهم بقى نفطر نتسحر نتعشى، حلو قوي.
يعني انا بوريك صنفين كده حلوين خفاف مش مكلفين، ويبقوا موجودين عندك وبيفتحوا النفس وحلوين خالص. الباقي الخلطة نرشناها عليه، وهنقفل عليه ونحطه في التلاجة في المطبخ زي ما يكون، يخلص تكرريه. بس كده اهو. ده على قد الايه اللي كان موجود عندي. عاوزة تكتري الكمية كتري، بس هي فعلا طريقتين جمال أوي، بيبقى زي الزبدة في الأكل. وكل سنة وانتم طيبين وبخير، ويوعد عليكم الأيام بخير يا رب، والعيد إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. بس كده. ما خلاص، ما هي دي الخطوة بقى، ما الخطوة اللي ما كانتش دي اهو. لما سلقته بقى بالشكل الجميل ده،